السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. بهذا المقطع ان شاء الله راح اجرب مطعم دمسكينو او دماسكينو. هذا المطعم اللي يقولون هو اطيب شاورما بالعراق، هي شاورما سوريه على اساس اطيب شاورما. طبعا شباب حاليا راح اجرب هذا المطعم وانطيكم رايي بالكامل بدون انحياز ولا كل شيء. والله العظيم يا شباب اي كلمه راح احكيها حاليا راح انطيها من كل قلبي. ليش؟ لان انا احب اقيم براحتي. طبعا شباب قبل ما افوت التفاصيل اشتركوا بقناتي وانطوا لايك وفعلوا جرس الاشعارات. طبعا هذا الطلب كلفني تقريبا 31,000 32,000. هاي الوجبه ولفه كباب ولفه شاورما. ليش لزيت لفه كباب؟ لان هي مكتوب لفه كباب دمشق شامي. قلت خلينا نشوف هاي اللفه السوريه، خلينا نذوقها. طبعا هذا الخبز هم دزوه، هذا الخبز هم دزوه. وطبعا انا دزيت وياهم هذا الخبز، قلت اخاف ما يدزون ذاك الخبز. اكو شغله صغيره فاجاتني، انه هم دازين علبه ثوم وحده. شوف قدامكم، علبه ثوم وحده وعلبه طرشي واحد. شوف قدامكم حاطين مليان ليمون وحاطين طرشيات اثنين. شوفوا قدامكم جوا. بالرغم انه احنا العراقيين نحب الطرشي، وانا قلت لهم هاي زياده من هذين السوالف. قلت لهم هاي الثوميه زياده وهالسوالف ما اعرف ليش الشهل هذا بخل وما بخل. بنهايه المقطع حقول لكم حاليا تقييم كامل. هسه بسم الله يا شباب نبدي. اول شيء هي وجبه الكنتاكي او البروستد. اي كنتاكي من البروستد كاتبين، حتى نسيت بوقتها. اهم شيء شكلها هذا بعد. افتح الوجبه. هاي شوف قدامكم ثواني. هاي هنا نحطه هنا من حتى من هذه هيك صايره وجبه شباب. هذه هيك صايره الوجبه. بس نشيل. ها، حاطين بوتيتا هواي صراحه. بوتيتا كميه كلش كبيره. لو حاطين كميه مال الثوميه بدل البوتيتا كان صار فرحان والله. هسه هنا مشكله حاطين. هاي اول اول قطعه. قطعه جناح. قطعه جناح حجمها زين. قطعه فخذ ايضا حجمها زين. بعد قطعه، شنو هاي؟ يمكن قطعه صدر. هاي قطعه صدر يا شباب. هاي قطعه صدر. بس ما ليش حابسيه جوا. اختنقت الدجاجه هسه، اختنقت. وهاي قطعه دبوس او توم جيري. طبعا اربع قطع. حجمهم كل زين يا شباب. لا حجمهم كل زين الصراحه. حجمهن زين. بسم الله الرحمن الرحيم شباب. خلينا نبدي. اول شيء نفتح البيبسي. طبعا هاي البيبسي سعره 750 يعني ويا الطلب. ما دا افوت بالتفاصيل. هاي طلبته من تطبيق طلبات. مو خاف يطلع يجيني واحد من المطعم يقول لي ترى البيبسي يمنا ب 500. طلبات انتم كاتبينها قد، انا ما دخل. بسم الله. افتح السوميه. شوي بعد هذا يلا. اول شيء نبدي شباب، نبدي بدبوس. نبدي ناكله بدون ثوميه. انا احب الثوميه بالاكل بس خلينا نذوقه بدون. خلينا نشوف البهارات مالته طيبه ولا مو طيبه. بسم الله. حط له ثوم. نسيب الثوم اغرقه ثوم. بسم الله. ثوم كلش طيب والله. وين احط هاي؟ حطينا هنا ما يشوفه بالكاميرا. ناخذ فخذ وناكله بالخبز. طبعا شباب ريحته تخبل. والله شباب ريحته تخبل. غمسة ثومية.
كنتاكي 10/10. والله العظيم 10/10، طعم يخبل. بس لو ما عندهم بخل شوي بالطرشي والثومية. يعني شفتوا انا اكل ثومية وكلش هاي، يعني لسان الثومية نصها طارت. بقى ريحة يسمونه ريحة يسمونه فلفل. ريحة ما شلون غريبة كلش، يعني ريحة طيبة اقصد، بس غريبة قوية كلش. تعال من هنا. حاطين 4 قطع طرشي، يعني ربع خيارة. هذا انا اعتبره بخل، بس كنتاكي يخبل. بس عندهم شوية بخل بالطرشي وذن السوالف. حبك الشيلات نجي يسمون زيادة. خلينا ناخذ لنا قبل ما نفوت نروح قبل نروح الشاورما. خلينا نذوق كنتاكي ويا طرشي. شوف طرشي مالتهم طيب. تعال من هنا، تعال انت من هنا يمين. عشرة من عشرة. هاي ناكل لفتين، لفة صغيرة لفة كبيرة. صراحة ما أعرف ويا هاي لفة الكباب ويا هاي لفة القص. خلينا ناخذ الصغيرة. أعتقد هاي الصغيرة، اعتقادي يعني. لا والله ما اعتقد، عشان هاي الحماية طارت من هنا. هاي شاورما هنا. هاي لفة كباب كبيرة صراحة، إذا هاي لفة كباب. شوفوا لفة تجنن، شكلها يجنن. خلينا نذوق ويا الثومية. أولكم خلينا ناكل أول شي بدون ما أغمسها. بسم الله. هاي لفة ساعة 3:30. شوية ثومية بقى، يعني حاط هلقة ثومية بقى زيادة. أمنيها ملي صراحة. مو بس أنا، هواي عراقيين يحبون يغمسون بهالطريقة. بسم الله. طبعا شباب، الثومية تخبل بس باردة. يعني إذا ناكلها بالمطعم تصير توب صراحة. يعني دهينة دهينة. شاورما إذا مو دهينة بتنكل. أكو ناس مرات يطلدون شاورما دهينة ما دهينة. أي شخص عنده شاورما دهينة يعتبر إنه هذا مطعم سوري، لأن المطعم السوري يجيب لك إياها دهينة. إذا جاب لك إياها يابسة وما بيها ثوم هواية أو ما بيها دهن، اعتبرها إنه هاي غلط. خلينا نذوق آخر لفة يا شباب، وهي لفة الكباب، كباب الشامي. طبعا لفة كبيرة كلش صراحة، كلش كبيرة. خلينا نقول هيك. طبعا يمكن هاي سعر 9000، 9 أو 8 الله أعلم. ما أعرف قد سعرها الصراحة بالضبط، لو 9 أو 8. حجمها كلش كبير. الله شو ريحة. نختار هذا هنا نحطه. أنا ليش اشتم الريحة يا شباب؟ الريحة هي تعتبر 50% من الأكل. هذا شوي نطلع لي قدام. تطلع يخرب البيت الشي ذا صدق. تعال خلينا نقصها. هاي اللفة هيك صايرة شباب، وعلى شكل حلو. ما حطوا مي همزين ما غمست. نذوقها يا شباب. بسم الله.
طعم اللحم 10/10. بس اكو حموضة. انا شخصيا ما احب الحموضة بالكباب، هاي يعني 100%. بالدجاج احبها بس بالكنتاكي ما يصير. دجاج الشوي يصير حموضة تخبل. بس بالكباب الحموضة صراحة حموضة قوية هنا. هذوق اخاف اكو طرشية هاي حامضة الشاتين. لكن نعبرها. شنو حاطين طحينية. ما اعرف يمكن حاطين طحينية. طعم الكباب 10/10. بس الداخل اللثة ما حبيته كلش صراحة. كباب يخبل. بس لو ما حاطين هاي الطحينية او الصراحة ما اعرف شنو، انا شوية فتحت شوية ما اعرف شنو حاطيها الصراحة، تفاجأت من عندها. الكباب ما يصير بيه حموضة ولا يصير بيه طحينية، يعني لازم يكتبون تريد هيك لو ما هيك، لان اكو ناس يحبون اكو ناس ما يحبون. انا ما احب الطحينية، ما طحينة مستفة. ثواني. شنو هاي؟ حاطين طحينية. طحينية وحموضة مثلهم. لفة 10/10. لا مو 10/10، شنو 10/10، لا حطيها 5/10. كباب يخبل بس اللفة ما عجبتني 100%. ليش؟ لان قلت لكم بيها حموضة وبيها طحينية. طبعا نصيحة يعني اذا مطعم هيجي يكتب يكتب على اللفة نفسها، مثلا بالطلبات مطلبات مكتوب جوا ازالة واضافة. انتوا لا تضيفوها بنفسكم، لا تضيفوها، بس يكتبوا اذا تريد تضيفوها دوسي اضافة، واذا ما تريد تضيفوها لا تدوسون اضافة، حتى الناس يعرفون. يعني السنة الصراحة تفاجأت من اللفة. شوف قدامكم. تفاجأت. هاي اللفة هنا قلت لكم اعطيها 5/10. الكنتاكي لا شباب، الكنتاكي نرجع له. حظه عصره يخبل. الكنتاكي هذا من اكثر جو KFC مرة واحدة بس. هاي منطقتي بتيتا. هاي بتيتا هيك صار شكلها. بتيتا عادية. ما بيه بهارات. اخذ الجلد. يعني احب الجلد الصراحة، الجلد يصير اطيب شي بالكنتاكي. جلد. شوية طرشي هنا. طبعا شباب اقيم لكم الشاور. الكنتاكي 10/10.
ال- الأكل شوي جاني بارد شوي صراحة. الكرم ما عندنا كرم صراحة، هذا المطعم ما عنده كرم، طعمه يخبل يجنن بس ما عنده كرم وسالفة الأكل. أرجع على الثومية والطرش، هذين السوالف يعتبر مثل مقبلات أو يعتبر مثلا، يعني تعرفون المطاعم اللي يجيبون مقبلات مع مقبلات، يعني يكرمون الضيف بيها. شايفين المطاعم العراقية من تروح ترزق المائدة كلها مقبلات مع مقبلات، هذا المطعم نعتبر ذني مقبلات، نعتبرهن يعني الثومية، إن صوص، هذا الصوص يعتبر الثومية صوص، بس أنا أقول لكم مثلا نعتبر مقبلات مثلا. هات واحدة صغيرة شنو، واحدة على وجبة كاملة ما تصير. والطرش يهمين بربكم هاي شكل مطعم يدز لك وجبة سعرها 12000 أو 13000، يمكن سعرها 11000 ونص هاي الوجبة، يدز لك هالقد ما يصير. مطعم كلش طيب، بس شوي سالفة اللي قلت لكم هذا شوي أنا أعتبره بخل. شاورما 10 من 10. الكباب 10 من 10 لو ما بيها صوص، بس ما هذا يسمونه الطحينية، بس ما طول الطحينية نعطيها 5 من 10، يعني الصراحة ما أحب هاني، لازم هم يقولون زيادة أو إضافة. بس إذا كباب بدون هاي الصوص أو بدون طحينية 10 من 10. السلام عليكم.